and gentlemen، نرجو منكم ربط الأحزمة لأننا على وشك الإقلاع في رحلة 6 شهور نحو أفضل نسخة من نفسنا. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لأي طوارئ ممكن نقابلها في الرحلة. يلا بينا نبدأ. خليني أبدأ أعرفكم نفسي. أنا مين؟ أنا نغم ياسين، اتخرجت السنة دي من إعلام قسم صحافة. ليه بدأت أعمل فيديوهات أو ليه بدأت القناة دي؟ أولا علشان بحب أوثق كل حاجة في حياتي عموما، فقلت إن أنا عايزة أبدأ نسخة جديدة من نفسي أو نسخة أفضل. كلنا عايزين نتغير للأفضل، مفيش حد مش بيحب الأفضل. البني آدم على طول بيحب إن هو يغير من نفسه أو يغير أي حاجة عشان يكون أفضل حاجة فيها. بدأت أعمل أنا أصلا بعمل فيديوهات على الانستجرام، بعمل فلوجز ليومياتي. بحب قوي الستوري تيلينج، فبعمل فيديوهات على السوشيال ميديا عموما. فدي مش اول تجربه ليا قدام الكاميرا، فان شاء الله الموضوع هيكون لذيذ. بس برضو لما واحد يعمل قناه على اليوتيوب او يعمل فيديو بتبقى التجربه فيها برضو شويه قلق، ولكن احنا مع بعض هنعدي كل حاجه. مبسوطه ان انتوا معايا في الرحله ديت. حبيت ان انا اوثقها عشان انا استفيد وانتوا تستفيدوا. هنبدا رحله 6 شهور. النهارده 27، ممكن ما تكونش 6 شهور بالظبط، يعني 5 شهور وايام. هبدا من دلوقتي، هتغير من دلوقتي، هكتسب عادات جديده، هتعلم لغه جديده. كلنا عايزين نتعلم لغات، كلنا عايزين خطوه بخطوه هنعمل كل ده مع بعض. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو انت شفتي القناه بتاعتي او اتفرجتي على الفيديو ده، فالفيديو ده مش صدفه، دي رساله واشاره ليكي. زي ما انا كمان بعمل الفيديو ده دلوقتي، فهو انا شفت بعد كده شفت قبل كده علامات كتير قوي ان انا لازم ابدا. مش مهم ان احنا نكون متاخرنا، المهم ان احنا نكون جينا. ف اول حاجه هتعمليها دلوقتي هتوثقي اللحظه دي، بمعنى هتجيبي ورقه وقلم. كان معايا قلم، ورقه وقلم، وهتكتبي النهارده 27 كذا، 27/7/2025 انا بدات رحله 6 شهور، بدات اكتسب عادات جديده او هتعلم لغه جديده، واكتب كل الحاجات دي في الكشكول. او هتعملي زي ما انا بعمل بالظبط، هتفتحي الكاميرا ماشي وتلبسي لبس جميل، تسرحي شعرك وهتقفي قدام الكاميرا هتقولي النهارده يوم كذا انا بدات كذا كذا كذا. هتوثقي اللحظه دي بس وتخليها على موبايلك. بعد كده نبقى نشوف بعدين احنا بقينا فين. تمام، دي اول خطوه. طب ناس ممكن تقولي انا ما بعرفش اتكلم قدام الكاميرا. اعتبري ان الكاميرا دي صاحبتك، انت بتتكلمي قدام صاحبتك، بتبعتي لها الفيديو دوت مثلا. انا كمان مش بتكلم قدام الكاميرا، انا لو حسيت ان انا بتكلم قدام الكاميرا مش هتوتر ماشي، ومش هحس ان انا عايزه اكمل الكلام. انا بكلمكم انتوا، بكلم صحابي، فالموضوع بيبقى لذيذ شويه. تاني خطوه هتلعبي رياضه، هتنزلي الجيم، هتشوفي ايه اللعبه اللي انت عايزه تلعبيها. ان شاء الله مثلا تلعبي رياضه في البيت، تتمشي 10 دقايق تحت بيتك، او تجري، تعملي اي حاجه. المهم يكون في حركه وفي رياضه في الموضوع. عشان احنا اول شهر دلوقتي، اول الايام ديت، يعني خلاص احنا بدأنا. اول حاجه هنركز عليها هي صحتك. تمام، اكلك والرياضه بتاعتك مهمين جدا 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 جدا. هتكوني تغيري من جوه ومن بره، احنا عايزين كده جوه ومن بره. تمام. تالت حاجه معانا واللي انا متشوقه جدا ان انا اعملها وحاسه ان في ناس كتير هتبقى حابه الفيديو دوت، هو ان احنا نتعلم لغه جديده. انا عن نفسي عايزه اتعلم اللغه الايطاليه، اللغه الايطالي ماشي. فهنمشي مع بعض كده خطوه بخطوه ازاي نتعلمها من الصفر. كل حاجه ليها خطوات وليها، بصوا هجيب لكم كل المصادر اللي احنا نقدر ان احنا نستفيد منها مع بعضينا. تمام. الخطوه اللي بعد كده مهمه جدا برضو، هما كل الخطوات مهمين، وعشان احنا نكون افضل نسخه من نفسنا فهي هتكون خطوات تقيله شويه، ولكن معانا بعدين كتير قوي. الخطوه اللي بعد كده القراءه.
هنمسك كتاب نقرأه آه، حسب عدد الصفح اللي عندك، بس انا عايزاكي ان الكتاب تخلصيه في اقل من شهر. يعني نحاول ان احنا نجيب كتب صغيرة مش كبيرة قوي، تخلينا شهر او اكتر فيها. لا، عايزين كتب صغيرة. ممكن بعد كده في الفيديوهات اللي جاية اقول لكم ايه الكتب المفيدة، او انا استفدت ايه في الكتب، او انا قرأت ايه قبل كده، فممكن اقول لكم على الكتب اللي انا قرأتها قبل كده. فهنقرأ كتاب 5 صفح مثلا في اليوم. anyway بقى انت عايزة تقرأي كام صفحة، بس اللي احنا لازم نخلص كتاب في أقل من شهر. نيجي بقى على الخطوة الأخيرة في الفيديو ده، العادة اللي احنا المفروض نكتسبها كلنا، وكلنا بنبقى صعب قوي ان احنا نعملها، وهي ان ننام بدري ونصحى بدري. فأنا فاشلة جدا في الحوار ده، جدا فاشلة فيه. فأنا هحاول معاكي انا هحاول مع نفسي الاول، بعد كده هحاول معاكي. فاحنا ايه، نحاول مع بعض ونمشيها خطوه بخطوه. النهارده مثلا صحيت الساعه 7، مع ان انا بصحى بعد الظهر. فدي اول خطوه انا عملتها الحمد لله. فكل حاجه مع الاستمرار بتبقى بعد كده سهله وبسيطه. تمام. فاول عاده احنا هناخدها دلوقتي وهنكتسبها ان شاء الله، اللي هي ان احنا هننام بدري ونصحى بدري. واتمنى في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تقولوا لي في الكومنتات انتوا صحيتوا امتى ونمتوا امتى، عشان هيكون في مواعيد يا جماعه. احنا مش بنهزر، احنا جايين بجد هنغير نفسنا. تمام. او خلينا نسخه افضل من نفسنا، بلاش نتغير، احنا هنكون افضل نسخه من نفسنا. انت كده كده حلوه على فكره. خلينا نقول بس في الاول ان انا مش عايزاكي تصحي 5 الفجر. لا، مش هقول لك يعني واحده بتسهر قوي وبعد كده بتصحى بعد الظهر فاقول لك اصحي الساعه 5 الفجر. انا نفسي ما بعملهاش. فاحنا هنصحى قبل الميعاد بتاعنا بساعه واحده كل يوم، لحد ما نوصل للميعاد اللي احنا عايزين نصحى عليه. تمام. فانت لما بتصحي بدري بالتالي بتنامي بدري، وهي ايه، دايره. تمام. بجد احنا لو صحينا بدري هتحسي ان اليوم فيه بركة، جسمك فيه انرجي كده وعايزة تعملي حاجات كتيرة في يومك. فبجد العادة ديت ان شاء الله لو احنا اكتسبناها هتفرق جدا فينا وفي يومنا عموما. هتحسي ان يومك فيه بركة. في النهاية وصلنا لمحطتنا الأخيرة في الفيديو دوت. الرحلة لسه مستمرة. شكرا انك كنت على متن هذه الرحلة، فقد تعلن الرحلة المقبلة في أي لحظة.